بفيديو اليوم رح أقدم لكم أفضل وأسهل طريقتين لكبس الزيتون الأخضر بالمي والملح. بيبقى معنا لأكتر من سنة بدون ما يتغير لونه أو يهلط أو يطرى. والطريقة الثانية رح أقدمها هي طريقة الكبس السريعة اللي بيكون جاهز معنا للأكل خلال أيام، وبالنتيجة رح يطلع معنا زيتون طعم وشكل ولا أشهى من هيك. تابعوا الفيديو للأخير وتعالوا لنشوف طريقة التحضير. فضلا ما تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا بقناتي إذا كنتوا أول مرة بتتابعوني وتفعلوا جرس التنبيهات. أول شي غسلت الزيتونات كتير منيح لأكتر من مرة لحتى نطفوا تماما، وبعد هيك بدي ارفع عنهم هاي العنقوزة اللي بالنص أو العرق الأخضر. هذا الزيتون اللي استعملته بيسموه عنا بسوريا أبو شوكة، لأنه بتكون حبته صغيرة ومطاولة وبذرتها كمان مطاولة، بس طعمته ونكهته كتير طيبة لأنه في نسبة زيت كبيرة. بعد هيك بدي فقشهم او رصهم بالطريقة التقليدية. انا استعملت الشاكوش بعد ما نظفته كتير منيح. طبعا ممكن تستعملوا الحجر او ايد هاون نحاس اذا متوفر عندكم، اي شيء متوفر عندكم. انا جربت مدقة اللحمة بس ما زبطت بنوب فعاستهم تفعيس بصراحة، لهيك استعملت الشاكوش. وفيكن كمان اذا بدكن ياهم ما يهربوا منكن انه تحطوهم بقلب كيس النايلون، بس هي الطريقة حسيتها اسرع. نقطة تانية ضروري انه نحط النايلون اللي نحن عم نشتغل لانه الزيتون بيدبغ، وكمان ان نحن عم نرصن ما بيصير نفتح حبة الزيتون على الاخير، يعني يا دوب شي انه تفتح الحبة، ما بدناها تطلع البذرة منها. هيك انتهيت من تفقيش كل الكمية. عندي ما شاء الله تقريبا 5 كيلو زيتون. شوفوا ما شاء الله قديش في كمية زيت كبيرة، واضح قديش عم يلمع. هلأ بدي اخد منهم جزء تقريبا ربعهم، هدول يلي بدي حليهم بسرعة نعملهم يعني كبس سريع تمام، والباقي للمونة. حطيتهم بالمصفاية وهلأ بدي اغمرهم بالمي، مي عادية فقط بدون اي اضافات. والافضل انه نكبسهم بصحن او شي تتقيلة خفيفة حتى ينكبسوا الزيتونات لتحت وما يسودوا يلي على الوش. تمام. وبعد هيك بغير عليهم المي كل يوم مرتين، صبح ومساء لمدة 4 أيام لحتى يحلو من المرار بنسبة 90% تقريبا. والزيتونات يلي بدي مونهم لمدة سنة أو أكتر ما بحليهم نهائيا، لأنه المرار اللي بقلب الزيتونة هو اللي بحافظ على قوامها، ما بيخليها تهلط أو تطرى بعد فترة قصيرة. هلأ بدي أضيف عليهم نصف كوب من عصير الليمون، بالإضافة لنصف كوب تقريبا من زيت الزيتون. ورح اضيف كمان ليمون مقطع، انا قطعت 5 حبات ليمون تقريبا 4 ارباع. والشرحات هدول بدي زين فيهم المطربان على الداير. وكمان ضفت جرزة زعتر اخضر، كتير بيعطي طعمة طيبة مع الزيتون، اذا توفر ضيفه. وبقلبهم مع بعض كتير منيح. هلا هون رح اعبي الزيتونات بمطربانات تكون نظيفة وناشفة تماما، وبحط شرحات الليمون على الداير بهي الطريقة. بدي احضر المحلول الملحي اللي بدنا نكبسهم فيه. عندي هون 1.5 لتر من المي، يعني 6 أكواب من المي. تضيفي عليهم 6 معالق كبار مليانين، يعني جبل، من الملح الصخري يلي هو الملح بدون يود، هذا اللي بنستعمله للمونة وللمكدوس. وبحركهم مع بعض كتير منيح لحتى يدوب الملح تماما. هلأ هون رح أعمل اختبار بسيط، يلي هو اختبار فواشة البيضة. إذا فاشت البيضة هيك بيكون الملح تمام للمونة. شوفوا كيف معي فاشت البيضة، مو ضروري تفوش كلياتها، بس شي انه تطفو شوي على سطح المي. شوفوا كيف لما ننزل البيضة بمي عادية بدون ملح كيف تغرق لتحت، اما هنيك فاشت شوي، فهيك بنعرف انه عيار الملح تمام للتموين. هلأ بصب المي والملح وبوزعون على المطربانات يلي عندي لحتى يغمروا الزيتونات تماما. بعد هيك بختم المطربان بزيت الزيتون لحتى اتأكد انه ما يدخله هوا نهائيا،
لحتى ما يسودوا حبات الزيتون الموجودين على الوش. وبعد هيك بنغطي المطاربين بغطية تكون جديدة وبتضغط منيح، بنتركهم بأي مكان بالمطبخ يكون بعيد عن الضوء وعن الشمس من السنة للسنة، ما بيصلن شي نهائيا، بس بشرط انه ما نفتحهم وناخد منهم نرجع نغطيهم لمدة سنة، لا ما بيصير، متى ما ضغطناهم ما بيصير ينفتحوا الا لوقت بدنا نستعملهم. هاي كمية الزيتون اللي حليته صار جاهز. انا حليتهم تقريبا 90%، ما خليتهم يحلوا تماما، لانه اذا الزيتون حلي تماما بيروح كل الزيت اللي فيه وكل الزكاوى اللي فيه، فيفضل انه تتركوا فيه خيط مرار بسيط. ولسه كمان نحن رح نكبسهم مرة تانية، لسه في مجال انهم يحلوا اكتر من هيك. صفيتهم من مية التحلاية كتير منيح، شوفوا ما شاء الله لونهم ما أحلاه ولسه ما ضفت لهم شي. بالنسبة للإضافات أنا حبيت ضيف جزر مقطع وفليفلة حدة أكيد حسب الرغبة، وزعتر أخضر وليمون مقطع وليمون شرحات. بالبداية رح نزل عليهم الجزر والليمون المقطع، وبعدين باقي الإضافات رح رتبهم بالمطربان. ضيف عليهم تقريبا عصير ليمونتين، بالإضافة لنصف كوب من زيت الزيتون. وهلأ بخلطهم مع بعض كتير منيح لحتى يتغلغل فيهم الليمون وزيت الزيتون، وما شاء الله ما بتتخيلوا قديش ريحتهم بتشهي لسه من قبل ما اكبسهم. لا ضفت لهم كركم ولا حمض الليمون ولا اي اضافات تانية بتنزع طعمتهم. هلأ بدي اكبسهم بالمطاربين، بحط الليمون على الداير، وبحط كمان بقلبهم الزعتر الاخضر. وحاولوا انتوا عم تحطوهم بالمطربانات انه تضغطوا الزيتون لتحت لحتى ما نخلي له مجال انه يفوش لفوق بهي الطريقة. والأفضل إنه تكون مطاربين الكبسة السريع يكون حجمها صغير حتى ما تطول عندكم بعد ما تنفتح فترة طويلة، يعني بناكل منهم أول بأول. هلأ هون ضغطتهم كمان بشريحة ليمون هيك على الوش، وبكمل الباقي بنفس الطريقة. هلا هون بعد ما خلصت بوزع كمية الليمون وزيت الزيتون اللي بقيت عندي على المطربانين بالتساوي. تحضر لهم محلول ملحي، كمان هون استعملت الملح الصخري او الملح الخشني اللي بدون يود. لكل كوب مي بنحط معلقة ممسوحة من الملح، هيك بيكون ملحهم كتير منيح، لا قليل ولا كتير. بحركهم مع بعض كتير منيح، بعدين بدي اضيفهم على الزيتون. رح اترك مجال ربع المطربان تقريبا، ما بمليهم على اخير مي وملح لحتى كملهم بزيت الزيتون، لانه هدول المطربانات رح نسكب منهم بشكل يومي حتى ما نخلي مجال انه يعفن وشهم، فبيضلوا مخدومين بزيت الزيتون على طول. بس هيك بنكون خلصنا. شوفوا ما شاء الله شكلهم بشهي عن جد. بنغطيهم بأغطية تكون جديدة وبتضغط منيح، وفينا من تاني يوم نبلش ناكل منهم أول بأول. بس أنا تركتهم لمدة 3 أيام لحتى هيك ياخدوا نكهات من بعض، وصاروا ولا أطيب من هيك. هلأ رح نشوف النتيجة مع بعض. وهي نتيجة شغلنا بعد 3 أيام، ولا أروع من هيك ما شاء الله. شوفوا لونهم قديش رائع، بشهي بدون إضافات بدون كركم، طعمتهم كتير كتير طيبة. حاولوا بكل مرة بتسكبوا فيها انه اذا ما ضل زيت زيتون على الوش ارجعوا اختموا المطربان بزيت الزيتون لحتى تضمنوا صلاحيته لأطول فترة. بتمنى انه وصفتي لليوم نالت اعجابكم. بشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. اللي عنده اي سؤال يكتب لي بالتعليقات. شكرا لحسن المتابعة. السلام عليكم.